خدت ابني وقلت له يلا يا واد كده تعالى اما اعرفك على طنطك نوال صاحبه عمري من اعدادي. قلت له ايه يلا كده نروح اي كيدز اريا، فقالت لي تعالي نروح سرايا القبه، في هناك كيدز اريا حلوه جدا جدا. جابت ابنها وانا جبت ابني واخيرا اتقابلنا، سيبنا كده العيال يلعبوا شويه في الكيدز اريا واحنا كده قاعدين بنشرب حاجه بنسترجع ذكرياتنا. قد ايه الواحد كان مبسوط، قد ايه الواحد افتكر ايام اعدادي بقى والخروجات والدروس والمدرسه ومدرسين بقى واللي كنا بنعمل فيهم. بجد والله احلى ايام يا جماعه. حاولوا اللي سامعني دلوقتي في اعدادي او ثانوي بجد استمتعوا بالمراحل دي جدا جدا جدا، اكتر كمان من ايام الجامعه. يعني انا بالنسبه لي اعدادي وثانوي دول والله يعني صحاب العمر بجد زي ما بيقولوا فعلا ما بيتعوضوش. وصحاب الجامعه طبعا حلوين وكل حاجه، بس الفكره ان انت بتبقي فتره اعدادي وفتره ثانوي بتتقابلوا كتير بقى ونفس الشله برضو، بتبقوا مع بعض برضو في نفس المدرسه احيانا، فبجد احلى مرحله اصلا. سيبنا بقى كده الولاد يلعبوا شويه في الكيدز اريا وما شاء الله كانوا مبسوطين وفرحانين جدا جدا بالخروجه ديت، وكمان اتعرفوا على بعض. بتجيبيها على الجنب. ايوه خلاص ماشي اهي، عملنا دي سنه كده خلاص فتحناها. وتلم القرد على النساس قعدوا يجيبوا بسيرة الناس، تلم القرد على النساس قعدوا يجيبوا بسيرة الناس. بس الجمال ده عليه غرامة، نرقص سوايا تدفعي. ايش بتكلمني كده ليه؟ بصوا يا جماعه احنا فضلنا كده نعمل تيك توك شويه، وبعد كده كمان كانت بتعلمني البس ازاي الاكسسوارات اللي هي كانت جايباها لي، اشتريتها يا جماعه من عندها. البيج هسيبها لكم حالا في الكومنتات. عايزه اقول لكم ما شاء الله البيج بتاعتها فيها كل الاكسسوارات اللي نفسك فيها، فيها كمان اللانش بوكس للاولاد، فيها برفانات، فيها كل حاجه انت بتتمنيها بجد. وكمان لو في حاجه معينه عايزاها من على النت كمان بتبعتها لها بتجيبها لك على طول. ما شاء الله اسعارها جميله جدا جدا جدا. هسيب لكم برده الصوره يا جماعه بتاعه الاكسسوارات اللي انا اشتريتها منها، 4 قطع ب 220 فقط. ده عشاني انا والله، قلت لي الحب ده عشانك انت، لكن هي في العادي بتبيع اغلب كده بحبتين يعني فاهمين، فهي قالت لي عشان خاطرك انت وجمهورك ب 220. عايزه اقول لكم ما شاء الله الحاجات حلوه جدا، الكواليتي حلوه عجبتني. هنا كده كنت داخله والله بجد اجيب ابني بس على طول من النطاطه ديت، وانا بجيبه اللي هو لا انا عايزه العب شويه احنا برضه يا جماعه والله لسه ما كبرناش يعني. فعجبني قوي ان احنا نفضل نلعب كده مع اولادنا، ربنا يحفظهم يا رب ويرزق ان شاء الله كل مشتاق بالذريه الصالحه. هنا كده ابراهيم كان بصوا انا زهقت من حاجه اسمها عربيات، اي مكان يروحوا عايز فيه عربيه. فما شاء الله كمان يعني عندي هنا في البيت شويه الالعاب اللي عندي اكتريتها كمان عربيات. انا واثقه ان الصحاب بتوعنا بتوع اعدادي اول ما يشوفوا الفيديو ده بصوا يعني هيتبسطوا اولا ان احنا شفنا بعض، ويعني هيبقوا هم كمان نفسهم ان احنا نتقابل كلنا. انا نفسي جدا جدا في يوم في كل اصحابي بتوع اعدادي ويوم في كل اصحابي بتوع ثانوي. بجد يعني الواحد لما بيقعد مع صحابه كده بقى بعياله بيسترجع ذكريات، ومنها برضو بتعرفوا الاطفال على بعض. فما شاء الله احساس حلو بجد. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم يا اصحابي، بحبكم جدا وحشتوني جدا جدا يا عيال والله. بجد اللي تشوف فيكم الفيديو ده يا ريت بجد نتقابل ونتفق كده ونعمل جروب ونبقى جدعين بجد ونتقابل، مش لازم نستنى فرح حد فينا او عيد ميلاد حد فينا او عيالنا. فبجد يعني يا ريت لو نتقابل يعني نخطف كده يوم يكون جوزك بقى في الشغل جوزي في الشغل الكلام ده يا جماعه، ونتقابل بجد احلى اوقات مع الاصحاب والله. هنا كده خلاص جبنا اكل كده عشان خاطر ناكل. العيال اصلا بياكلوا وفي نفس الوقت عمالين يبصوا على الكيدز اريا لان الكيدز اريا قدام على طول المطعم. بس كده يا جماعه يوم بجد كان حلو يا نوال يا حبيبتي، وكنتي وحشاني قوي قوي.